علشان تشحن طاقتك لازم تخلي وقت لنفسك مع نفسك، وقت ليك انت وبس، تعمل فيه كل حاجة بتحبها. حتى لو كانت الحاجات دي بسيطة وصغيرة بس بتخليك مبسوط لازم تعملها. من كل فترة للتانية كده محتاج انك تشد الفيشة علشان تفصل عن كل الضغوط وكل الحاجات اللي بتضايقك وبتزعلك، علشان ترجع تاني بطاقة قوية جدا تواجه بيها اي حاجة بتحصل. ممكن بقى تعمل ايه في الوقت اللي مع نفسك ده؟ ممكن مثلا انك تاخد ساعة تنزل فيها تقعد في مكان، مطعم، كافيه، مكان مفتوح، مكان تكون انت بتحبه وبترتاح فيه نفسيا. اشرب فيه قهوتك وانت بتسمع مزيكا هادية ورايقة، بلاش يكون في ايدك الموبايل. في الوقت ده حاول تفصل خالص عن اي حاجة بتحصل في العالم الخارجي. ممكن كمان ان انت يوميا تتمشى، ولو ما عندكش يعني وقت علشان تمشي كل يوم، لو انت بتركب مواصلات وانت راجع من الشغل انزل بدري شوية عن مكان بيتك وتمشى لحد البيت. الحقيقة انه المشي مهم جدا وبيفرق جدا في الطاقة وبيقلل من الاوفر ثينكينج او التفكير الزيادة عن اللزوم. كمان من فترة للتانية محتاج انك تسافر، وحاول يكون السفر ده لوحدك من غير اي حد، ان شاء الله كده يوم صد رد. اليوم ده مش هتكلم حد، مش هتسمع حد، هتقعد مع نفسك وبس. هترجع بقى بعد اليوم ده عندك طاقة عظيمة جدا عشان تقدر تواجه كل حاجة بتحصل في حياتك. لو عايزين كمان تعرفوا أكتر عن إزاي تقدر تشحن طاقتك، تابعونا على منصة رؤية واللينك موجود تحت الفيديو.